مباراة العراق والإمارات. الدقيقة 52 هجمة سريعة للمنتخب الإماراتي تنتقل فيها الكرة إلى يحيى النادر لاعب رقم 15 للمنتخب الإماراتي المتواجد في منتصف ملعب المنتخب العراقي، يتقدم ومن ثم يمرر كرة بينية إلى زميلي لاعب رقم 10 كايو لوكاس المتواجد في موقف صحيح لحظة تمرير الكرة إليه بالقدم اليمنى من قبل يحيى النادر، حيث كان هناك تغطية من آخر ثاني مدافع المنتخب العراقي اللاعب رقم 5 أكام هاشم الذي كان متقدما برأس قدمه اليمنى عن اللاعب كايو لوكاس، وبالتالي لا وجود لحالة تسلل. استمر اللعب بعد ذلك ليتقدم كايو لوكاس إلى داخل منطقة جزاء المنتخب الإماراتي ويحرز هدفا لمنتخب بلاده وهو الهدف الأول. طبعا كان هناك اعتراض من قبل لاعبي المنتخب العراقي، إلا أن حجرة الفار أكدت صحة قرار الحكم المساعد بعدم وجود حالة تسلل وأن هدفها صحيح، فكان القرار صحيحا. الحالة الثانية في الدقيقة 84 هجمة منظمة للمنتخب الإماراتي تمرر فيها الكرة إلى كايو لوكاس على مشارف منطقة الجزاء، والذي كان يتواجد في موقف تسلل لأنه كان متقدما على آخر ثاني مدافع للمنتخب العراقي وهو الظهير الأيسر دوكسي، وبالتالي عند لحظة تمرير الكرة كما ذكرنا كان في موقف تسلل، إلا أن الحكم المساعد احتفظ بقراره فدخل كايو لوكاس داخل منطقة الجزاء، وعند اقترابه من منطقة المرمى خرج إليه حارس المرمى للمنافسة على الكرة فلعب الكرة إلى داخل الشباك، إلا أن طبعا الحكم المحتفظ بقراره رفع رايته مشيرا لوجود حالة تسلل، وتم إلغاء الهدف وتم تأكيد ذلك القرار من قبل حجرة الفار بعد التحقق منها. إذا قرار صحيح للحكم مساعد بإلغاء هدف آخر سجله المنتخب الإماراتي عند الدقيقة 84. الحالة الثالثة في الدقيقة 101 كرة ركلة ركنية لصالح المنتخب العراقي تنفذ لداخل منطقة الجزاء، يرتقي إليها مهند علي لاعب المنتخب العراقي، إلا أنه لم يلمس الكرة، فتابعت الكرة طريقها باتجاه يحيى النادر التي كانت يده ممدودة بعيدا عن الجسم، لكنه قام بعملية إعادة اليد إلى قريبة من الجسم، وعاود بعد ذلك مرة أخرى فحرك يده بعد أن شعر أن الكرة ستذهب عنه، فمد يده إلى الجانب، فمما جعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي لتصطدم الكرة بيده وتمتنع عن التحرك إلى الخلف. طبعا الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لأنه لم يرى المخالفة، لكن حجرة الفار بعد التحقق طلبت من الحكم العودة إلى متابعة الشاشة مراقبة الحالة من زوايا أخرى، فتبين بأن اللاعب قد مد يده ليجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، مما شكل مانعا لعبور الكرة، وبالتالي ذهب الحكم لاحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب العراقي، فكان قراره صحيحا.